ايه رأيكم بقى في الفطير ده؟ الفطير ده كله عملناه بربع كيلو لحمة، اقل من ربع كيلو لحمة. جميل جدا ولذيذ جدا. يشبه الحواوشي كده. بس عجينة حلوة من البطاطس والدقيق، طرية وهشة وجميلة. بس كانت سخنة الوقت وانا بعملها. تعالوا بقى هقول لكم احنا عملنا الفطاير الجميلة دي ازاي. جميلة جدا ولذيذة جدا، جربتوها مش هتسلوها، هتعملوها تاني وتالت ورابع. هي تنفع لنظام الطيبات، باختلاف ان انت تغيري بس حاجات في الوصفة. يعني بدل الدقيق اعملي دقيق الحبة الكاملة. وممكن ما تحطيش بصل على اللحمة. وعليكي تعملي دي وجبة حلوة وتغيير وكويسة يعني، وتغيير في الأكل وكده. تعالي بقى نصلي على الرسول، نسمي الله ونبدأ فيديونا النهاردة. وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه يا ولاد؟ انا جبت هنا نص كيلو بطاطس، غسلته حلو وسلقته بقشره اهوت. وهقول لكم هنعمل فيه ايه. طبعا هتبقى وصفه لذيذه جدا، خليكم معايا للنهايه وانتم هتشوفوا ايه هي حلوه ازاي. حاجات بسيطه موجوده في كل بيت. مكونات عندنا عند كل واحده ست في البيت. بطاطس وشويه بطاطس ودقيق، ما خدتش مننا اي حاجه ولا اي مجهود، وعملناها في ساعتها واحنا واقفين من غير فرن. يعني بربع كيلو لحمة، حاجة سهلة خالص ومش هتكلفك حاجة غير كده. طعمها حلو ولذيذ وتغيير في الطعام. طبعا احنا كل يوم بنحتاج نطبخ ايه. فتعالى اقول لكم يا حبايبي هنعمل ايه. ده نص كيلو، اكتر من نص كيلو يعني بشوية. حطيت بيضة وحطيت البهارات بتاعتنا. طبعا بابريكا وملح وشوية كاري واللهم صل على النبي، وشوية فلفل اسمر وشوية كمون. طبعا بهرس الفول، هنهرسها كده كويس كويس جدا، ما يبقاش فيها تكتلات. بعد ما نهرسها هقول لكم بقى نعمل فيها ايه يا ولاد. طبعا حطينا هنا اللهم صل على النبي 4 كوبايات دقيق، يعني اقل من كيلو. انت بقى لك تستبدلي الدقيق بدقيق الحبة الكاملة. دول بتوع النظام بقى، اللي هم ماشيين تبع النظام. انا هقولك بقى، وانت طبعا تستبدلي حاجات بحاجات. حطينا باكو خميره، حطينا معلقه بيكنج باودر صغيره. حطينا طبعا رشه ملح. بس كده يا بنات. هنعجن بقى العجينه كلها مع بعضها كده. ومعانا بقى كوبايه ميه، نحط منها بالتدريج لان احنا مش هنحتاج ميه كتير طبعا، لان تعتبر الوصفه بتاعتنا يعني يعتبر البطاطس مش محتاجه ميه. طبعا هنعجنها كده مع بعضها ولغايه ما تبقى عجينه حلوه كده سلسه. هي اصلا البطاطس عطيلها قوام حلو. خلاص كده يا بنات. يا ريت كل اللي وصل هنا يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، يحط لنا اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، الكومنت اللي بيشجعنا دايما ان احنا نكمل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعدين انت لما تلاقي العجينه طريه معاكي، لو احتجت دقيق بتحط دقيق. تمام. خلاص يا بنات. خلاص كده احنا ايه، بدأت العجينة بتاعتنا ديت تدخل كده في بعضها وتبقى طرية وحلوة. هنحط بقى معلقة زيت كده وايه، ونقوم حاطين عليها بقى كيس او استرتش راب. وهنسيبها شوية مش كتير يعني يا بنات، دقيقتين كده. وبعدين ايه، نحاول بقى نقطع العجينة بتاعتنا. قبل ده كان عندي اقل من ربع كيلو لحمه والله يا بنات، كان متعصجه في الفريزر. كنت عامله البطاطس اللي هي البشاميل ديت، وفاض معايا زي ما انتم شايفين حته لحمه بسيطه. ضربت 3 4 بصلات كده، بس 3 4 بصلات صغيرين يعني، مع قرن فلفل حامي، فصين توم. وهقلبهم بقى في اللحمه بتاعتنا كده زي ما تكون هتعملي حواوشي بالظبط. بس انا الفرق بتاعي هنا ان اللحمه بتاعتي كانت متعصجه
كانت شوية يعني زايدين معايا في الأكل، فحطيتهم قلت ايه أعمل بهم أي حاجة بعد كده، أحط عليهم يعني وأكمل وأعمل بهم، بس هما ايه كفهم والله الكمية اللي احنا عاملينها ديت على بصلتين، يعني 3 4 بصلات صغيرين، و اللهم صل على النبي، وقرن فلفل حامي، وعجنت كله في بعضه بردك كده. وطبعا كان عندي بردك بواقي جبنة، شوية جبنة كده موتزاريلا مش كتير. هقطع بقى العجينة، هشكلها بتاعتنا العجينة بتاعتنا كده على الكور زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انت حابة بقى الحجم اللي انت عاوزاه اعملي. وهحشي بقى من اللحمة اللي انا عاملاها دي وشوية جبنة عليها، ونعملينها كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله يا بنات، ال4 كوبايات دقيق هيعملوا لنا كمية حلوة قوي، هتاكلي وتتبسط انت واولادك، وهيقولوا لك احنا عايزين منها كمان، صدقين. عملتها بردك يعني من غير فرن ولا اي حاجه، قليتها على البوتاجاز، ما خدتش بردك زيت ولا كتير ولا حاجه. لا بصراحه حلوه وطعمه، وكمان هشه وطريه وموفره وكل حاجه. ف معلش يا بنات الدب اللي بره ده، عشان انتوا عارفين طبعا في عماره قدامنا بتتبني، ربنا يسهل الحال للجميع. فخشب وبتاع بقى ودربكه زي ما انتوا عارفين. الحمد لله. كده يا بنات عملنا بقى ايه كمية اللي قلتلكوا عليها، اقل من كيلو دقيق عملنا كمية حلوة. وبرضك اللحمة مكانتش كتير ولا حاجة، اقل حاجة ممكن تحشيها جبن وخلاص يا بنات. يعني مش شرط لحمة، لو عندك قطع فراخ ممكن تبقى عاملة مثلا شاورما مثلا، تحشيها شاورما عادي، تحشيها جبن عادي. فخلاص كده يا بنات الكمية بتاعتنا كده خلصناها، ونبدأ نبططها بقى كده شوية دقيق طبعا، لان العجينة سلسة جدا عشان هي بطاطس في دقيق. طبعا زي ما قلت لكم اصحاب النظام يغيروا الدقيق، عايزة تغيري الدقيق من دقيق العادل لدقيق الحبة الكامل. والبصل ممكن تستغنى عنه خالص اللي هو في اللحمة، وشوحي بس ما تشوحيش حتى اللحمة زي الحواوشي كده. اللي انت حابه تحطيه حطيه يعني، واللي انت عايزه تستغنى عنه هتستغنى عنه. ماشي يا بنات. طبعا البهارات بتاعتنا زي ما انتم شفتوا، معلقه بابريكا، معلقه كاري، رشه ملح، رشه فلفل اسمر، شويه بهارات 7 بهارات، شويه كمون. خلاص. وطبعا البصل اللي احنا عملناها بصلتين 3 كده في الكبه، عليهم قرن شطه حامي، 3 4 فصوص توم، وضربناهم في الكبه، وبعد كده حطيناهم على اللحمه. اذا كانت بقى انت عندك لحمه معصجه او ما عندكيش، او عندك لحمه تانية طريه عادي، وبتعجن اللحمه وبتيجي بقى ايه ما تستنيش بقى لغايه ما تخمر، هي بتخمر معاك اصلا تتبطط. تحشي على طول وتحط زي ما انتم شايفين كده، يعني بتبطط الرغيف، واقوم حاطاه في الزيت على طول. زي ما انتم شايفين يا بنات، ما خدتش معانا زيت كتير ولا حاجه، الزيت فضل زي ما هو. خلصنا الكميه بتاعتنا وما عدناش حطينا تاني زيت تاني. وطبعا دي ايد كوكو اللي كانت ايدها زهرة دي. خلاص يا بنات، يا ريت كل اللي وصل هنا لو عجب الفيديو بتاعي يحط لنا لايك، ويصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، يكتب لنا تعليق حلو كده يشجعنا فيه. ربنا يكبر بخاطركم ويدومكم نعمه في حياتي، وانا بحبكم في الله. يا رب الوصفات بتاعتي تعجبكم. انا بحاول انا يعني ايه يعني كل المطالب بتاعتكم طبعا، يعني اللي عاوز حاجات هادية، وصفات هادية، وصفات وسط كده يعني. طبعا احنا ايه بنعمل كل حاجة والحمد لله، ونمشي نفسنا وكده. انا على فكرة يومها كنت محتارة اطبخ ايه فعلا، بجد والله محتارة اطبخ ايه. ففكرة جت في دماغي، قلت اما اعملها كده، بس عجبت الولاد اوي، عجبتنا، وطلعت فكرة حلوة بصراحة. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. كده احنا ايه بنكمل مع بعض الكمية بتاعتنا، باقي الكمية بتاعتنا، وهوريكم يا بنات الكمية دي طلعت معانا قد ايه، كمية قد ايه. بصراحة اكلتنا والله، وفاض منها، شبعتنا وفاض منها بجد.
جربوها وشوف هتعجبكم، طبعا اكيد هتعجبكم. خلاص يا بنات، كده يعني خلاص قربنا كده نخلص الوصفة بتاعتنا. خلصنا كل الكمية بدون فرن، ما حطيناش في فرن، حطيناها على طول على البوتاجاز. خلاص كده خلصنا الكمية دي، كل الكمية بتاعتنا يا بنات جميلة جدا ولذيذة جدا، وهي يعني هي تشبه الحواوشي كده، بس تحس اللي هي ايه هشة وطرية لا وحلوة يعني بصراحة. الرغيف منها بشبع بجد. طبعا كانت سخنة في الحالة دي بقى، كنت بقى عايزة اقطع عشان اوريلكم. كانت سخنة، حاولوا يا بنات تجربوها. يا رب كل اللي وصل هنا يعجبوا فيديوهاتنا، وما تنسوناش يا بنات باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وكبر يعني طبعا معانا المشاهدة وكده. وطبعا يا ريت بس تتفرجوا لو 5 دقايق في الفيديو او اعلان كمان يبقى كتر خيركم، عشان لو اللي هتفرج على دقيقة او كده بقى على الفيديو طبعا. فياريت يا بنات مش اقل من 5 دقايق كده وتتفرجوا على الاعلان بالله عليكم، لا او اعلان واحد يعني. وجزاكم الله كل خير، وانا بحبكم في الله. ومع الف سلامه يا حبايبي، اترككم في رعايه الله وامنه. يا ريت تكونوا استفدتم ولو 1% من الفيديو، بجد اكون مبسوطه لو استفدتم، حتى لو 1%. ولو فيديوهاتنا بتعجبكم يا ريت تقولوا لنا ايه بيعجبكم في فيديوهاتنا، وتقولوا لنا انتم من انهي بلد بتتابعونا. ومع الف سلامه يا بنات، بحبكم في الله. مع الف سلامه في رعايه الله.